ومن أذنيه أحجارا بحجم حبات الفاصوليا. صدقوا أو لا تصدقوا، تلكم هي صبورة كما تبدو في الصورة. تخرج الحصى من عينيها ومن أذنيها كما يخرج عرق الدم من سائر جسدها تلقائيا، يتبعها خيط صوفي لا تعلم صبورة ولا أمها ولا الأطباء والمنجمين وشيخ الرقية من أي عالم أتى. صبورة تعيش كل ما للصبر من معنى، فتاة في 18 من عمرها تطالع في صورتها مرايا الذكريات قبل أن تصبح. حسرة معجزة مرضية، لحظة فجرت في داخلها نوبة بكاء لا دموع لها، ربما لأن عينيها لا تذرف سوى الأحجار وأحيانا دما كأذنيها. لم يعد لصبورة طريقا إلى المدرسة، تقول يكفي، لقد أغمي عليها أكثر من مرة داخل الفصل الدراسي، وهكذا وارت مأساتها لنفسها وذويها الذين ساءت حالتهم المعيشية بما حل بها. صبورة التي عرفت بذكائها وتعدد مواهبها، الرسامة والخطاطة، تكرس مواهبها، تخبر رجال الخير ما الذي حل بها، ترسم عينيها وكأنها تسائلها لماذا تحبس الدموع وتذرف دما وحصى. هذا الحين الدم هذا خف، رجع لنا حجار قدم ناس، بالأول ناس أسود وناس أحمر وناس أصفر، الحين اختفى الناس، رجع جاء لنا حجار، الحين عين حجار وعين تخرج منها خيوط وتراب زي الشمة. هذا أمس، وجلسنا أمس يوم كامل أمياء. في سياق التشخيص الطبي لحالة صبورة يقول أحد الأطباء أنه أجرى فحصا لدمها فلم يجد أي نتيجة. كانت تعاني من انتفاخ في البطن وهكذا من هذا القبيل. عملنا لها عدة فحوصات طبية ما ظهرش أي حاجة، أي علامات عليها، سوى أنه في هناك زي الدم، زي حاجات غامقة من خلال التلفزيون اللي عندنا. لكن بعد كذا تم إحالتها بالحديدة وتابعوا حالتها بالحديدة وعالوها إلى مستشفى الثورة العام بصنعاء. أجروا لها بعض الفحوصات الطبية في مستشفى الثورة، واتضح أنه هناك برضو نزيف بشكل تعرق يخرج دم. وفي تقديرات مشايخ العلم الشرعي الذين جربوا علاجها بالقرآن يقولون إن الأعراض تدل على أن صبورة مصابة بالسحر والشعوذة. بعد قراءة الرقية الشرعية وتلاوتها على هذه الفتاة تبين من العلامات الاهتزاز والرعشة في الجوانب والأطراف، مما أكد وجود شيء من التلبس الشيطاني بتأثرها بالقرآن الكريم. ظهرت علامات واضحة رأي العين بأنه سحر، وهذا السحر محمول في البطن ومدعوم بالسحر من خارج الجسد كما ظهرت العلامات. أدعو جميع الإخوة المحسنين الذين يستطيعون أن يقفوا مع هذه الفتاة وهي في بداية حياتها وفي بداية عمرها ومقتبل عمرها أن يقفوا معها وأن نشعرها أننا إخوة لها، نقف معها قلبا وقالبا حتى تجتاز هذا، ونحن نقول بإذن الله ستجتاز هذه الصعوبة وسيشفيها الله عز وجل. لم يكن بمقدورنا أن نغادر مشهدا كهذا، فتاة تعرق دما ويخرج من عينيها وأذنيها أحجار ودم ترابي، إلا بعد أن وعدناها بإيصال مأساتها المحيرة إلى القلوب الرحيمة. الحالة ربما في الظاهر تبدو أنها تبهر العقول وتقعده، ولكن إذا عرف السبب زال العجب. باختصار شديد أنه ابتليت بسحر، وهذا السحر أثر عليها، وهذا السحر كان له مدة قبل ظهورها، قبل انكشافه. هو السحر كما يقال
مرض ملغم. قد يبدو لك الشخص في أول وهلة وفي أول نظرة أنه إنسان عادي، ولكنه هو ملغم. إذا ما عرض نفسه على راقي ربما تظهر أعراض المس والسحر وهذه الأشياء. هذا السيروم هو ماء، يعني 99.8 غير ماء. عندما نقرأ عليه نعطيه رسائل قرآنية نورانية فيحتضنها، وعندما نضع الوريد في الإبرة في وريد المريض يبدأ المصل المرقي يطارد المادة السحرية. هذا الماء المرقي عندما يتوغل ويتغلغل داخل الدورة الدموية لا بتيتي لا غروند سيركيلاسيون يطارد المادة السحرية والجني. خلاص هذا الأمر توقف لحد الآن، توقف إن شاء الله بإذن الله. ومن اليوم سوف لن ترى هذا بإذن الله، أقول بإذن الله. نحن لا نتكلم هذا من باب الغرور، ولكن بحكم الممارسة أخذنا تجربة في هذا الباب، فنتمنى لها الشفاء التام. نعود الحجة وصبورة. أنتم أول زيارة لكم للجزائر كانت للعلاج، والثانية كانت لمؤازرة الشيخ. نعم. كيفاش تلقيتوا خبر تاع اعتقال الشيخ أبو مسلم؟ ايش عرفنا بالخبر حق الشيخ لما هو مسجون. احنا نتواصل دائما من يوم ما اجينا المره الاولى، نتواصل ما نبعدش عن الشهر، عن اسبوعين، ونتواصل مع بعض. يا هم يتصلوا بنا، احنا نتصل بهم بعائلة الشيخ بالتليفون، نتواصل. تتصلوا بهم؟ ايوه يتواصلوا. ايوه لو تاخرنا عنهم يتصلوا هم، ولو شفناهم تاخروا نتصل احنا. نبلغ مرنا يتصلوا بنا ونتكلم مع بعض. وكيفاش ونسالهم عن الشيخ، كيف الحاج، كيف المسلم، كيف الاولاد، كيف البنات. نقول الحاج في اخر شعبان نقول احنا الحاج مسجون يا صبوره سلام هذه. قال مسجون. قال ها ايش الذي سجنك؟ قال سجنا والله اهل البلد مستجانوا، واكثر اظن على انها من سببك. قال بسببي انا؟ قال اظن على انه كذا. لا قال هذا الحين من يحكم لها مسجون؟ قال يجي كذا حق شهر او شهر ونص. قال هذا الحين قال تقدري تطلعي تشهدين؟ قال حاضر بعيوني اليوم قبل بكره. انت اللي قولي بس متى الوقت حق الحاج، وانا باجي اول طائره أنا فيها. واجينا ما كان الا بالله، جينا نساعد الحاج. وكان تصادف في يوم مجيئكم هو اطلاق سراح الشيخ وتبرئته. احنا بدئين من ساعه ما قال كذا بكينا، ما عذرنا لكش، بكينا الا وحزننا البيت كله. انسان طيب، انسان محترم، انسان. صبورة، انت لما سمعتي خبر اعتقال الشيخ وسجنه كيف تلقيتي الخبر؟ كيف تلقيتي الخبر؟ ما صدقت. ما صدقتيش الموضوع. انت لما جيتي للشيخ اول مره جيتي عالجتي، هل راقاكي بالقرآن ام كانت رقية شرعية ام كانت بالجن ام بماذا؟ بالقرآن. بالقرآن كان. وهي رقية شرعية، انت تشهدي انها كنت جايه تشهدي في المحكمة بانه راقاكي برقية شرعية. نعم. وكنت مستعدة تروحي للمحكمة. ونسجن بدله. نعم والله كان نفسي نوصل للمحكمة، اقسم لك بالله كان نفسي نوصل للمحكمة. ما انتم كانت نيتكم تروحوا مباشرة للمحكمة. أيوة. يعني لولا انه ايوه نوقف قدام المفتري الذي افتروا عليه. ايوه وشوهوا سمعته ونزلوا من مقداره. كنا نوقف قدام الظالم
ما شاء الله، قال الله فرائه. معلش نرجع بك شوي للوراء. انت صبوره كانت مريضه، كان يعني ركبها جن او عفريت. عفريت الشيخ، عفريت من الجن. لان المصطلحات هذه انا ما نحددهمش مليح، ما نعرفش نحددها. عفريت من الجن. في صباها صبوره، انت في صباها كانت عاديه، بنت عاديه زي كل بنات، يعني تدرس دراستها وتروح وتجي وتلعب مع البنات يعني كانت عادي جدا. ايوه. حتى السن، واش من السن اللي بدأت تتغير الصبورة؟ الا في الذكاء. ايوه كان شاطره وكان ذكيه من وقتها صغيره. ايوه. مش زي مثلا انها في مريضها ولا في مرض فيها ولا فيها اي شيء، لا كان في الذكاء صغيره وجاهله وما بينها اي شيء، لكنها ذكيه وحساسه وتميز. ليش هذيلك معاهم احنا ما معناش، وليس زي ما احنا حريم بس ما معنا رجال. ما اقول احنا مش معنا رجال، تقول ليش احنا ما معناش رجال وما معناش اب، ليش ما مش اقول هذا احنا هذا نصيبنا. هي عندك بنات فقط، ما عندكش اولاد؟ ما عندش لا اولاد ولا عندنا اب ولا عندنا، عايشين الاربعه كل احنا. الوالد توفي؟ اي توفي. ربي يرحمه ان شاء الله ان شاء الله. وشحال كان في عمرها صبوره لما توفى والدها؟ لما توفى والدها حوالي عمرها 2 سنين. كان عمرها 2 سنين؟ نعم. لما توفى الوالد. ايوه. شحال كان في سنها صبوره لما تغيرت واصبحت تذرف الحجر وتتعرق دم؟ 13 سنه. انت كيفاش كنت تحسي اول مره حسيتي بهذا الامر؟ كيف حسيتي به اول مره؟ من وقت العرس. انت تزوجتي في سن 13. يعني والان شحال في عمرك صبوره؟ 15 سنه، في عمرك 15 سنه. وكيفاش عاد ولات الحاجه في ذوك اللحظات؟ في ذوك كيفاش كي تبدلت اول مره؟ واش لاحظتي عليها لما صبوره بدات في ليله عرسها؟ من يوم العقد. ايوه. من يوم عقدنا، يوم العقد. ايوه. عقدنا قلت لنا اسبوع كنا وجع الكليه. جاها وجع في الكلى؟ ايوه من ساعه ما قمنا فوق الغداء. كيف؟ بعد الغداء أيوة. كان بطني سافنا قالوا عندها الكلي. ايوه. رحنا للمستشفى قال ما فيها اي شيء. استغربنا، الحين كان تموت ما فيها اي شيء. قبل احنا علاج روحنا البيت استخدمناه هدأت، ومن بعدها ما فيش فرق، ما حق 2 3 واجى العرس. لكن كان كالضعيفه تمشي مصوعه زي انسان مصوع. اصبحت يعني أيوة. شاردة. ايوه من بعد ما فشكلت من ذا الان اختفى الضر حقها، رجعت بقى زي ما المصوعه. كنت اقول ما لها بنتي ما قلت كانها فارحه. بعدين كانت تخاف من العرس، خايفه من الزواج. لما يجي زوجها عندها كل اسبوع كل ذا يجي من صنعاء يزورها، فكان بنتي تخاف. لما اخرت الوقت يوم العرس، يوم زفافها. يوم زفافها في الأستان الابيض. ايوه. دخلوا ابن عمها دخلت السياره الصالون. أيوه. قالت طاحت خلاص. صبورة انت في ذيك اللحظه واش شفتي اشياء ولا اغمي عليك؟ أغمي علي بس. ما كنتي تشوفي حتى شيء، اي شيء ما كنتيش تشوفي اشياء والو؟ وبعدها كيف حتى بعدها؟ لا بعد فتره الحجار مش بسرعه، مش في ساعه. بعدين جلست وصلنا لبيت زوجها وكيفها في الليل بطني ما وصلهاش زوجها. هذا كان اسعافات شويه يعني ما لما تزوجت ما كانوا ماخذينها يوم زفافها، عودتوا رجعتوها مرضت؟ لا ما رجعناش، في بيت زوجها. في بيت زوجها. ايوه احنا في نفس البيت. يعني هنا الدور الثاني وهنا الدور الاول. لا شويه لقدام بطنها كانها حامل. ايوه حامل في 9. بطنها انتفخ. بطنها ايوه. وكان فيها زي الدجاج زي العصافير زي الحمام داخل. ايوه تغرغر. ايوه. وتقول كذا كانت تلعب بطنها. ايوه. انا يا الله بالقران انا وخالها وكل حنا وبنات اخي وقالت اخي ونبكي
ايش قرابه كانوا يقولوا خايفه، كنا خايفه من الزواج. ذا الحين سافرنا المستشفى. كنت تحسي كي بطنك انتفخ، كنت تشوفي فيه تحسي بيه. هبينا اشاءات تلفزيونيه، هبينا منظار، هبينا اجهزه، هبينا علاجات، ما اقول لك ما في ولا اي شيء. والاصوات دي كنتوا تسمعوها تاع العصافير ولا هذيك في بطنها؟ ايوه، وبطنها تتحرك تهتز. انت كنت تسمعي فيهم صابوره؟ كنت تسمعي هذيك الاصوات؟ كنت طلع صوتك. ايوه ايوه كنت ما جلسنا فتره معينه، حسنا ايام حق شهرين او شهر ونص، لا قدرنا يقولوا لي طلعت مع زوجها بعد اسبوع، طلع مع زوجها صنعاء. لا يقولوا لي صبوره يخرج من عيونها دم. بعد شهرين من زواجها اصبح ايوه بعد، لكن كان زوجها راح بها خلى بها شيخ في صنعاء. ده للرقات. ايوه للرقات. ايوه من انتفاخ، من كل ساعه يغمى عليها، كل ساعه تموت، كل ساعه تموت، كل ساعه تطيح. كانوا يرقوا لك صابوره، كانوا ديك المشايخ يرقوا لك. وكانوا يرقوا لك بالقران وكذا. ايوه ايوه. وكنت تحسي روحك كي كانوا يرقوا لك، واش كنت تحسي روحك؟ ولا اي شيء، ولا شيء، ولا شيء. نفس الحاله بقات عليك. ايوه ما تحس باي شيء، عاديه. هناك بعض الرقات من تعرضتي للضرب؟ ها؟ للضرب؟ في الأخير كانوا يضربوك؟ والخنق. هذه السلوكيات وهذه التصرفات لبعض الرقاة للأسف الشديد هي لطخت وشوهت صورة الرقية في موضوعها. يعني ليس أنا لا أتهم كل الرقاة، يعني هذه الطريقة بأسلوب عنفي، يعني كالضرب والصعق والخنق بحجة إخراج جني. نحن نراه في بشائر الشفاء، في جمعية بشائر الشفاء، أنه إهانة للآدمية، إهانة للآدمية. يعني مثل نفسك أن المريضة هذه زوجتك أو أختك أو أمك أو والدك، راقي يضرب زوجتك أمامك بحجة إخراج جني، ألا تشعر في قارة نفسك أنك تتألم؟ تشعر، تحس بأنها إهانة ولو أنها بحجة إخراج جني. فلذلك اجتهدنا في جمعية بشائر الشفاء، وللأسف الشديد ما زلنا نلقى عقبات كأداء في قبول هذا الاجتهاد في جمعية بشائر الشفاء، ألا وهو المصل المرقي، السيروم كما نقول. الرقية فيها ما هو توفيقي وما هو توقيفي، هذا ليس وقته حتى أشرح ما هو التوقيفي والتوفيقي في الأصول. اجتهادنا في جمعية بشائر الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المعروف، حديث صفية بنت حيان، الإشهاد الذي أحتاجه في هذه الوقفة: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قسم العلماء في شرح هذا الحديث، من قال هو على ظاهره، أي أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم من كثرة إغوائه له، فهو جاثم على قلبه. والفريق الثاني لا، قال هو أن الجني تغلغل وتوغل داخل وتنفذ داخل الدورة الدموية، مجرى الدم. وهنا نوع من الإعجاز في الهدي النبوي. مجرى الدم، أي العبد الضعيف، أقول ليس ابن النفيس هو من اكتشف الدورة الدموية، مع علمي أنه ابن النفيس وهو معروف كل الجامعات ولكن أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من اكتشف الدورة النبوية، ليس ابن النفيس. ابن النفيس اهتدى إلى سر هذا، قال مجرى الدم، أي مكان الذي يجري فيه الدم، مجرى، يجب أن نقف وقفة إجلالية أمام هذا الإعجاز النبوي. فالذي اهتدى إليه ابن النفيس عن طريق هذا الحديث. إذا المكتشف الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى يفقه المشاهد الكريم لكلامي. هناك من هم مفرنسون، أي دي فرانكوفون. سي لا بتيت لا غروند سيركيلاسيون، سي لا سيركيلاسيون سونغين، هكا من يدور الدم في ابن آدم. وهذا ما نثبته في واقعنا عندما نضع المصل المرقي. فنورانية المصل المرقي بسلطان القرآن يطارد نارية الجني الموجود داخل
بدن الممسوس. فهنا تكون التكلفة أقل خطورة. عندما يكون الجن بداخل الجسد نرقي المصل يطارده، ثم نقوم بالحجامة إيسيت سكور بالنسبة لي احنا، يعني منفذ نجدة، نطارده نديروا له الحجامة يخرج عن طريق الدم. وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. وقال لك اللي تلفتوا اجريه على كل خطره حلقه 2 3 4 ويبدا المريض رايح جاي، على ما نروحش في مخبئه، نطارد الجن في مخبأ اي في مكان تواجده. فكانت حاله صابوره عن طريق المصل المرقي، فخرج قبل ما نوصلوا حتى الخروج تاعها نعاود نروح لها. كيفاش حتى الحجه، كيفاش من بعد حتى ولات تنزل الحجر تذرف حجر من عينها؟ الاول ده بالاول كان الدم، ومن بعد ولات تذرف حجر. بعدها فاين كان أول مرة عين واحدة. عين واحدة كانت تذرف حجر؟ لا دم. وبعد شحال كم باش ولات تذرف؟ من بعد ولاو الاثنين يذرفوا دم؟ لا دم من أنفي. من أنفك؟ أيوة. كذا شوي شوي تطور الموضوع. ومن بعد كيف أصبحتي؟ حجر. أنت كنتي تشعري لما الدم يخرج تحسي بألم ولا واش تحسي؟ تحسي أنه أحس بجاذبية في جسمي. الحجر ذاك كان يتكون مباشرة كبير ولا يكون صغير؟ صغير أول مرة صغير زي الفاصوليا، حبة الفاصوليا. أيوة. وبعدها يكبر. تطور الحين في شعبان، التطور حقه الأكثر. في شعبان الأكثر في شعبان. كان ينزل في شعبان أكثر. وهي كتحس له يجي مباشرة بهذاك الشكل ولا يكون شكله صغير ويكبر؟ صغير ويكبر. وتحسي له أنت لما يكون صغير؟ أيوة. وشحال المدة تاعو يكبر؟ مثلا يوم، يومين، ساعة، ساعتين؟ في بسرعة في يومه. يعني تكون الحبة صغيرة في يومها تكبر. تجلس أسبوع أسبوعين في عيني. أيوة لو ما تبقى عينها ما تقدرش تلفت فيها. تنتفخ عينها. أيوة تنتفخ وحتى تبقى خضراء. لو تقول لها بعبرة لا تقول لها يخرج منها كيح. الحمد لله اللهم الحمد لله. هل قصدتم طبيب العيون كشف عن بصرها؟ كيف كانت ابنها الحمد لله يا حاج. هبينا تخطيط، هبينا كشافة مقطعية، هبينا أجهزة، هبينا جلسة في المستشفى أسبوع. والله العناية المركزة عندنا في الحديدة ما يدخلونها إلا المسؤولين، وهي بحكمة أرحم الراحمين دخلوها والله وخلوها تجلس عندهم حوالي أسبوع. إذا الطب عجز عن وصف وتشخيص الحالة. كل الناس عجزوا. بعدها وكنت تخرج الصوف؟ أيوة الصوف من أنفها من آذانها. من شحال كتخرج هكذا يخرج؟ كذا سهل. وتجي كم من ساعة يستحب بعدين تفلت له يرجع. يرجع كما احنا. أيوة. يخرج من بعد يرجع. زي الماكينة. زي الماكينة. وبعدين من فين الربط حق الصوف مع الكلي حق الذي أول ما وجدناه. كان لا تقول لك هنا ها لا تسووش ها. مدة كم هو يخرج منك الصوف؟ مثلا ساعة، دقيقة، نصف ساعة، كم؟ مدة خروج الصوف؟ كم من ساعة كان يخرج حاجات بسيطة. حاجة صغيرة بعدين رجع كبار يتوطى نسحب. ما يخلصش. وكيفاش يتوقف؟ بعدين ينقطع من الحالة، يوضح لنا النص والنص يبقى. وبعدين مربط، الخيوط كلها مربطة. عقد مقصوم مربط، الخيوط كلها مربطة. صوف عادية من حق الشغل. في البداية بدأت الدموع، الدم ينزل من العينين. وبعدها الحجر، وبعدها الصوف، وبعدين الكراتين. كرتون. الأوراق عاد تخرج أوراق. الورق المقوى. الورق المقوى عاد يخرج من فمك والله من من عيني من عينك. والمنديل. من هنا من الأنف. المناديل. أيوة من الأنف. أيوة الفاين باي من الأنف. تخرج مكتملة أم مجزأة؟ لا معطفة. مفرومة معطفة. أيوة. نعم. وبعدين أصبح تعرقي دم. الدم كان ينزف منها كثير. الحجة كان ينزف منها كثير. أيوة دم. ينزف كثير. لتحليل الدم كيف كان؟ ما فيش عادي. دم عادي. كم شهر وهي على هذه الحالة؟ حوالي كم شهر وهي على حق الدم حق الحاجات البشعة؟ الحاجات البشعة حوالي سنة.
سنة ونص كده. سنة وانتم تدوها للرقاة وتاخذوها للأطباء وما كان حتى حل. سنة ونص. أول اتصال كان بينكم وبين الشيخ بن الأحمر، كيفاش حتى نجرى الاتصال هذا؟ في اتصال احنا برغم علينا احنا اتصال من قطر. الشيخ كان مخفي. ما مش عارفين. ايوه هي المقابلة كان في العام. احنا في السعودية في هذا الشهر في رمضان. كان نتقابل في الحرم احنا والبنات. تلاقيتوا كان أول لقاء في هذه سندس وأختها. أيوه. كانت يتقابلوا هو البنات حقي انا اصلي قدامهم من ورايا يتكلموا معهم التليفون الابو بنات صغار. شباب يصلوا ما صلوا بعدين يجلسوا الابو بالتليفون. وكيف عرفتيهم انت؟ هم تعرفوا بعضهم البعض وهم ودوها قدامهم هي الرقم حقهم وهم ودوها الرقم حقهم. وكان كل يوم يتواصلوا يقولوا نتواصل نجتمع في الحرم نصلي العشاء. ايوه. كان كل يوم نصلي العشاء وكان من صلاة الفجر انا وهم. ايوه. وثماك طلبت منهم الشيخ. ايوه جلسنا نتواصل كان ابوها يقول تواصل لهم يقول لها بابا اتكلم معي يقول لها تكلمي معاهم بعدين قال لها تعرفين نحن من اني؟ قال لها من انت؟ قال لها اني صبوره الذي شفتني في السعيده. قال لها لا ما شفتك. قال لها شفتي السعيده في النت حكي السعيده صبوره حسن فقيه وافتحي النت تلقني. بعد كلمات صبوره كلمه الشيخ. ايوه كلمت هذه كلمتهم بعضهم البعض البنات بس انا مش عارفه. الشيخ كان مازال ما اتصلش كان الاتصال بين لا هذا كلموا ابوهم كان كل يوم يقول لك ابويا جاوبيه. يقول لك ابويا خليه يشوفك شيشتي يشوف البنات يشوفك. اقول انا ما اقدرش. لا ما انت علاش تخوفتي؟ لانك رحتي الرقاة بزاف. لا هي بنت مريضه عندها صرع. صبورة كانت عندها صرع. بنتي كبيره عمرها 20 سنه. ايوه عندها صرع ما اقدرش. ايوه كانت حتى شافوهم وهي تفعل في الحرم تعبانه شويه. قلت لهم اقدر شوفوا بنتي لو اقدر ولا اروح شوفوا بنتي كيف تعبانه اتجيبها دحين في الاسانسين وفي الفندق فلان ما يصلحش. وانت لما كلمكم اول مره الشيخ ابو مسلم بن الاحمر انت كنت تظني انه كباقي الرقاة اللي